ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلامه يا رب. النهارده بقى يا حبايبي هنخزن البسله، وقلنا بقى نطلع كده على السطح ايه في الطراوه كده يا حبايبي، والشمس طالعه والجو جميل خالص. كل سنه وانتم طيبين، والفرح والهنا يا رب والسعد معاكم. ربنا يصلح حالكم ويروق بالكم يا رب. إيه لو اول مره بقى تشوفوني حبيبتي لايك كده حلو للمنوره، واشترك معاها في القناه عشان تنوري قناتها يا حبيبتي بوجودك معاها ان شاء الله، وخدي لك كده جوله في قناتي ان شاء الله تعجبك. البسله بقى يا حبايبي، هي تخزينها بسيط خالص وسهل خالص، مفيش اي حاجه. تجيب البسله المليانه، يعني ما تجيبيش البسله الصفطانه اللي هي ما فيهاش حبوب، لا تجيب البسله المليانه الجميله دي. شايفين العسل، حبوب العسل بتاعتها، وتنقي البسله اللي هي تكون حلوه كده وخضره وجميله. يعني ما تجيبيش البسله تكون دي ناشفه يا حبيبتي، تكون دي ناشفه ما بتبقاش حلوه في التخزين وبتبقى جامده. انما الطريه العسل دي بتبقى ايه جميله كده وطريه، وتساعدك كمان ان لو اتركنت عندك من السنه للسنه ما يجرالهاش اي حاجه خالص في التخزين وتبقى جميله. والجزر بتاعنا دي انا هوريكم بقى الطريقه النهارده سهله خالص وبسيطه، وما فيهاش اي حاجه تخليكي تصعب عليك، كل حاجه سهله وبسيطه. لايك حلو بقى للمنوره. انا جايبه ما شاء الله، انا جايبه دول اللهم صل على النبي، الكيس 2 كيلو، يعني 8 كيلو بالصلاه على النبي. وجايبه 3 كيلو جزر، ان شاء الله هقطع الجزر ده معاها عشان ايه هنفرزه مع بعض عشان لما هنبدأ بقى يا حبايبي كده نفرطه. صلوا على النبي يا حبايبي، لو لسه أول مرة ما تشوفوني يا ريت تصلوا على النبي. أهم حاجة ذكر الله، وكل سنة وأنتم طيبين، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، ورمضان بالخير والهنا عليكم يا رب. كل سنة وأنتم طيبين. هنبدأ بقى نفرط البسلة، شايفين جميلة ازاي؟ عسل والله، جميلة خالص وطريقة سهلة وجميلة. ولو قابلتك وانت بتفرطي البسلة يا حبيبتي، وانت لو قابلتك واحدة كده مثلا مش عاجباكي او بايظة او فيها اي حاجة، لازم طبعا تشيليها عشان بتبقى مش حلوة في قلب التخزين. بعد بقى يا حبايبي ما عملناها وفرطناها وجميله ازاي، اهم حاجه يا حبيبتي تنضفي اي حبايه فيها وحشه تشيليها ما تحطهاش. انا هحط بقى الجزر معاها عشان لما اجي اطلعها تبقى جاهزه، ما بقاش ادور على جزر تاني. انا إيه وقتها لما احب وقتها اجي اعمله. فهتخرطي الجزر كده، انا بالصلاه على النبي هحط الجزر دي على حسب ما هي تاخد معايا، يعني على حسب ما تستكفى هي. انت بقى حابه تبقي تحطي بطاطس براحتك، بس انت لو بتحطي على البسله بطاطس دي بتتحط وقت التسويه، ما بتتحطش، ما ينفعش تحط البطاطس مع البسله والجزر في وقت التخزين، لانها تغمق منك ومش هتبقى كويسه. بعد كده بعد ما عملناها كده وبقت جميله خالص مع الجزر وبقت جميله خالص، هنبدا بقى التعبيه دي بقى زي ما انت حابه يا روح. تحبي مثلا تعملي كتير شويه على حسب ما الوجبه اللي انت هتعمليها. والف هنا وصحه على قلوبكم. تبقى يعني على قد ما انت هتطبخي تعملي، وبتبقى جميله خالص. شوف انا ما حطيتش اي حاجه خالص ولا اي اضافات، سيبك بقى من اي حاجه تحطيها، مفيش احسن كده من الحاجه لما بتبقى طبيعيه. لما بتطلعيها متلجه بتفكيها طبعا في ميه عاديه خالص، وبتغسليها في حنفيه خالص وبتبقى جميله. ماشي يا حبايبي، لو وصلتوا بقى لحد هنا يا ريت ما تحرموش المنوره من الاشتراك معاها في القناه ولايك حلو كده من ايدكم يا حبايبي. ربنا يفرح قلوبكم يا رب زي ما تفرحوا قلبي باشتراك معايا في القناه ولايك حلو، اهو على حسب ما انت حابه. بعد بقى يا حبايبي ما عملناها كده في الاكياس على قد ما انت حابه استخدامك، تكتري تشوي براحتك. بس في هنا بقى حاجه يا حبايبي انا حابه ان انا اعرفكم عليها. طبعا انا حطيته في الكيس اهوت، الكيس لازم تطلعي منه الهواء كلها. ماشي يا حبيبه قلبي، طلعي منه الهواء كلته عشان ما ينفعش يبقى فيه هواء، وتضغطي الكيس تربطيه ماشي تبسطريه ماشي اي حاجه، بس لازم تطلعي تفرغي منه الهواء ويبقى كده بالظبط. والف هنا وصحه على قلوبكم، واللي جرب طريقه ما ينسوش يدعي للمنوره دعوه كده كويسه بنحبه، وربنا يصلح حالكم. وما تنسوش يا حبايبي بقى تدعموني وتدعموني كده واللايك حلو واشتراك بقى معايا في القناه يا حبايبي، واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.